الطرق حاليا او حتى حفر قناه السويس هي اللي هتنفذ معانا باقي الطرق اللي موجوده، سواء الاسبقيه الاولى او الثانيه او الثالثه. لان احنا زي ما طلبنا من الشركات قلنا لهم هاتوا معدات، ما تقلقوش هتشتغلوا، الشغل مش هينتهي ان شاء الله. اللي هينفذ الطرق دي هي نفس الشركات اللي شغاله معانا ان شاء الله. كان علشان نحفر قناه سويس جديده، فطبعا هنأثر على المرافق اللي بتعبر اسفل قناه السويس القديمه عشان تأمن المزارع والاهالي اللي متواجدين في منطقه شرق القناه. فمن اول هذه المرافق طبعا خطوط اتصالات سواء مدنيه او عسكريه، سحارات ميه، عدايات لخطوط الكهرباء. انا 50 ناخد متوسط 70، يبقى انا ال 70 في 20 يبقى انا بعمل تقريبا من 1.4 ل 1.5 مليون متر مكعب في اليوم. طب انا عندي 210 يوم، يبقى 1.5 في 210 هيطلع تقريبا 260 265 ان لم يكن خليط الذاكره مليون